وفجأة الكل سمع صوت مرعب جاي من السماء. وبما إن أهل القرية معزولين عن العالم الخارجي وما شافوش أي تكنولوجيا في حياتهم، أول حاجة جت في دماغهم كانت يا نهار أبيض، ده تنين. ولما شافوا الدخان اللي ورا الطيارة قالوا أكيد ده نفس التنين بيطلع غازات. يعني الطيارة بالنسبة لهم كانت تنين نفاث والعلم في إجازة. لكن المرة دي الصوت كان مختلف وأقرب من أي مرة فاتت، وكل ثانية كان بيقرب أكتر وأكتر لحد ما فجأة بوم، طاقة غريبة جدا ضربت الحاجز اللي كان مخفي القرية عن العالم كله. وفي لحظة واحدة الحاجز اتحطم وكل الأسرار اتكشفت، وأهل القرية وقفوا فاتحين بقهم من الصدمة، لأول مرة يشوفوا العالم الحقيقي. طيارات مالية السماء من كل ناحية، وجنود بيظهروا فجأة كأنهم نزلوا من لعبة فيديو، وأي حد يقابلهم في طريقهم بيخلصوا عليه من غير أي رحمة. في الوقت ده يورو بيجري على الجدة ياماها حكيمة القرية، لأنها كانت أول واحدة عرفت إن الحاجز اللي كان بيحميهم اتدمر خلاص. الجدة كانت فاهمة إن كل الناس